احلى مسا على كل الاهلاويه. حابب ان انا بس اعرفكم النهارده اخر اخبار النادي الاهلي سريعا كده، مش هطول عليكم. الاتحاد العربي ارسل للنادي الاهلي ان هو يشترك في البطوله العربيه اللي الاتحاد السعودي منظمها. آه، وطبعا الاتحاد المصري بيقول ان محدش هيشارك في اكتر من بطولتين خارجيتين. فالنادي الاهلي بلغ ان هو مش هيقدر يشترك. فالاتحاد العربي قال ان الاهلي مش هيشترك في الادوار التمهيدية، هيشترك من اول الادوار، دور الستاشر او دور المجموعات على طول. طبعا الاتحاد العربي اغرى النادي الاهلي ان هو يديله $500,000 علشان الاهلي يشارك بس في البطولة ديت، ويخليه يكون سبب من اسباب نجاح البطولة. لان الاتحاد العربي او الاتحاد السعودي بصفة خاصة عاوز النادي الاهلي يشترك علشان خاطر ينجح البطولة تسويقيا. وكمان الاتحاد السعودي قدر ان هو ياخد حقوق بس او حقوق تنظيم كأس العالم للأندية، وعايزين ياخدوا كمان حقوق تنظيم كأس العالم للمنتخبات. طبعا البطولة كلها مش هتكون أكتر من 6 ماتشات بالنسبة للنادي الأهلي، وهتكون في الصيف في يوليو، يقدر يشارك فيها براحته. وكمان الاتحاد الأفريقي أرسل النادي الأهلي إنه يشارك في دوري السوبر ليج الأفريقي. ده هيتكون من 8 فرق فقط. طبعا برضو مش هيكون غير 6 ماتشات، وبطولته بطولة السوبر ليج هتكون عوائدها المالية بما يقارب من $12 مليون. لو الأهلي قدر إن هو يحصل عليها، هتكون فرصة كويسة إن هو يزود الميزانية بتاعته. طبعا احنا النهاردة شفنا نادي الزمالك بيتعادل مع نادي المريخ السوداني. طبعا مباراة مش حلوة للزمالك. والماتش اللي فات كان ماتش الشباب بولوزداد، خسر برضو. وان شاء الله الزمالك يعوض. يعني هو الماتش الجاي بالنسبة للزمالك هيكون مع الترجي في رادس. وطبعا انتوا عارفين ان رادس ما ادراك ما رادس، يعني الماتش هناك بتكون صعبة جدا مع الجمهور التونسي. بس ان شاء الله الزمالك يقدر يعدي الكبوة اللي هو فيها ديت ويطلع من المحنة. وطبعا انا من رأيي الخاص ان هي البطولة ديت بالنسبة للزمالك مش هيكون في منافسة طبعا، لأن الزمالك هيكون بعيد. شباب بلوزداد 3 نقط، والترجي 3 نقط. والماتش الجاي الترجي مع شباب بلوزداد لسه هيتلعب. فهيكون في حاجة غلط بالنسبة للزمالك لازم يعديها، بالنسبة سواء إداريا أو في مشاكل بين اللعيبة مش عارفين أو إيه الدنيا معاه. طبعا احنا بنحفل على نادي الزمالك او مع زمايلنا او من اخواتنا، لكن احنا كل الدعم لنادي الزمالك ان هو يطلع من الكبوة دي علشان خاطر الكرة المصرية. لما بيكون الزمالك كويس بيكون الاهلي كويس. المنتخبات المصرية بتكون على مختلف اعمارها، بتكون طبعا بتكون في احسن حال. لكن لو فريق منهم ان هما الفريقين القمة وقع، طبعا الدنيا بتكون في مشاكل كبيرة بالنسبة للكرة المصرية. ان شاء الله الزمالك يخرج من الكبوة ديت. وبكرة في ماتش النادي الاهلي مع الهلال السوداني في الخرطوم. ان شاء الله الاهلي يقدر يعديه وينافس في البطولة ان شاء الله. دي بس كانت اخبارنا سريعا كده. حابب ان اقولها لكم. ان شاء الله بكرة هيكون في ماتش، ان شاء الله يكون في فيديو بعد الماتش ان شاء الله. وربنا يوفق النادي الاهلي بالمكسب يعني ان شاء الله.